أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة جولتنا هتكون في حي محرم بيه، تحديدا في شارع منشا. هنتكلم النهاردة عن قصر البارون منشا. قبل ما نعرف حكاية القصر هقول الأول حاجة صغيرة قوي، إن الدايرة اللي فيها القصر دي كلها كانت ملك البارون الإنجليزي اسمه فيليكس دي منشا. اتولد البارون منشا في إنجلترا عام 1865، وبعد كده درس في فيينا عاصمة النمسا، وكمان هو بنى بيت في لندن كان اسمه بيت منشا برضو. وبعد كده هو جه إلى مصر في القرن ال19، وبعد كده هو نزل على اسكندرية وترأس الطائفة اليهودية في اسكندرية في الفترة ما بين 1926 لحد 1933. منشا كان تاجر شاطر جدا، ولما حب ان هو اتجوز واحدة من عيلته وكان اسمها روزيتا. روزيتا دي اتوفت بعديه بحوالي 6 سنوات في عام 1949، لان هو منشا باشا او البارون منشا اتوفى سنة 1943. ومنشا خلف ولدين، الاولاني جورج دي منشا، والتاني جان دي منشا، ده اللقب بتاعهم يعني. وفضلوا عايشين في القصر لحد ما اتفرضت عليهم الحراسة زي ما اتفرضت على جميع أملاك الرعاية البريطانية والفرنسويين. وطبعا اسكندرية كانت فيها جاليات كتيرة جدا، كلهم اتفرضوا عليهم الحراسة على أموالهم وعلى الأملاك بتاعتهم والأصول بتاعتها بناء على الأمر العسكري لسنة 56. وفضل القصر تحت الحراسة لحد تاريخ 28 فبراير عام 1959. كانت في اتفاقية ما بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية، اتفاقية دولية بخصوص العلاقات التجارية والمالية والأملاك البريطانية في مصر. ومن هنا اترفعت الحراسة على الأموال البريطانية يوم 1 مارس عام 1959، ومن التاريخ ده اترفعت الحراسة أيضا رسميا عن قصر البارون. طبعا احنا هنا هنقول حلو جدا ان هو اترفع الحراسة عن القصر، ممكن أصحابه ياخدوه. وفي الوقت ده جت وزارة التربية والتعليم حطت ايديها على القصر وضمته لحدود مدرسة اسكندرية الثانوية. على فكرة القصر ده من جوه كان عبارة عن لوحة فنية رائعة الجمال، والسقف بتاعه وحيطانه كانت مليانة رسومات نادرة جدا وقيمة قوي، ودي شهادة من ناس شافوا القصر ودخلوه من جوه. وتمر السنين وتتقسم مدرسة اسكندرية الثانوية لمدرستين، هما مدرسة شدوان الثانوية بنين ومدرسة المشير أحمد بدوي بنين. والقصر بقى مهمل تماما ومتساب على حالته، لا صيانة ولا ترميم ولا اهتمام، لدرجة ان حوش القصر بقى ملعب لكرة السلة لمدرسة المشير أحمد بدوي. وكمان حاجة تانية، في ناس كتيرة جدا عايزين ياخدوا القصر بطرق غير شرعية. وفي الآخر بوجه نداء إنساني للمسؤولين عن التراث وعن الثقافة في مصر، ياريت نحافظ على كل أثر وعلى كل فيلا وعلى كل قصر موجودة لحد دلوقتي، لأن الحاجات دي قيمتها كبيرة قوي. على فكرة قيمتها ما تتقدرش بمال، لأن محدش بيعمل زيها دلوقتي، ولا حد يقدر يعمل زي الحاجات دي، القصور الجميلة دي دلوقتي. اسكندرية معظمها اتهد. ياريت حد من المسؤولين يسمع الفيديو وأكون يعني فاعل خير،
ويا ريت المبنى ده يدخل يعني يترمم ويدخل ضمن الآثار والأماكن اللي هي أثرية في مصر. يعني القصر ده حرام إن هو يبقى مهمل كده بالشكل ده، بقاله أكتر من 50 سنة بالشكل ده. وأنا عايزة أقول حاجة بس أخيرا. أنا معظم المعلومات خدتها من مقالة للأستاذ أحمد راضي، ده إحقاقا للحق يعني. وأنا بشكركم جدا جدا، وإلى لقاء في مكان جديد. أشكركم.